هاي، هاو ار يو؟ عامله ايه الاخبار؟ انا النهارده قاعده عامله ليزي داي في البيت، بس قلت اصور الفيديو دوت علشان دوت اكتر سؤال دلوقتي بيجي لنا بكل الحاجات اللي عماله تحصل. ازاي تسعري المنتجات بتاعتك لما يكونوا الموردين والناس اللي بتديكي المواد الخام عشان تصنعي حاجتك كل يوم بيدوكي سعر جديد؟ فالفيديو دوت مطلوب جدا، فيلا بينا نبتدي. انا قاعده بالبيجامه معاكي النهارده هاي، انا اسمي ساره القاهري، وانا بساعدك ان انتي تزودي المبيعات بتاعتك وتكبري البيزنس بتاعك من خلال القوه بتاعه السوشيال ميديا. عندي قناتي هنا بتكلم معاكي في كل الاساسيات اللي انتي محتاجاها علشان يبقى البيزنس بتاعك ماشي معاكي بشكل سموث. ما تنسيش ان انتي تعملي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب هنا، وانا موجوده في كل حته، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، كل حته بيزيكلي انا موجوده. اول رول هنبتدي ان احنا نحطها النهارده مع بعض هي ان انتي السعر بتاعك هيكون ثابت في السيزن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انتي لما تيجي تسعري الكولكشن بتاعت رمضان، ما ينفعش ان انتي كولكشن رمضان النهارده يبقى ليها سعر وبعد بكره يبقى ليها سعر. فانا كولكشن بتاعتي بير سيزن سعرها هيبقى ثابت. فده اول رول لازم تكون موجوده معاكي علشان يبقى في تراست ما بينك وما بين الكاستمر معاكي. انا هتكلم معاكي في الفيديو كمان النهارده ازاي لما نيجي نعلي سعرنا نعليه من غير ما يبقى عندك مشكله. فانا عشان ابتدي ان انا اخلق بيس كويس ان انا اعرف ان انا اعمل حاجه زي كده، لازم ابقى فاهمه ان انا مش بغير في سعري كل شويه. تاني حاجه لازم نبقى عارفينها ان انت لما بتيجي تسعري الكوست بتاعك لازم يكون بيغطي التكلفه. يعني انا لو هصنع البتاعه بتاعت الميك اب ديت، عشان اعرف ان انا اصنعها لازم ابقى انا التسعيره بتاعتها مغطيه التكلفه اللي مكلفاني ان انا اصنعها. بس دي اكشلي غلطه بشوفها مع كلاينتس كتير جدا عندي، ان انت لما بتيجي تسعري تروحي مسعره، شوفي الناس حواليكي مسعره ازاي ويلا بينا هوب هنط. لا، انا لازم اول حاجه ابقى مغطيه التكلفه بتاعتي. لما نيجي بقى نتكلم على التسعيره نفسها، قبل اصلا ما نيجي نحط التسعيره بتاعتك حاجات لازم تبقي فاهميها. اول حاجه ان انت قيمه المنتج بالنسبه للعميل بتاعك بتساوي سعر المنتج. يعني لازم ابقى فاهمه لما باجي اسعر المنتج بتاعي ان سعر المنتج ده في مخ العميل بتاعي يساوي القيمه اللي انا هدفعها للعميل بتاعي. انا عامله لك يوتيوب فيديو كنت عاملاه من فتره بيتكلم على اساسيات التسعير، هسيبهولك هنا او هنا، هسيبهولك في حته فوق هنا تقدري ان انت تشوفيه. بيتكلم معاكي على اساسيات التسعير وبتكلم في الحته بتاعت القيمه دي كتير جدا. بس انت فكري فيها كده، انت عايزه ان انت تشتري كاميرا جديده، هتلاقي ان انت لما تيجي تشتري الكاميرا الجديده ديت هيجي على بالك ان الكاميرا دي فيها مثلا الفيتشر 1 و2 و3، فعلشان فيها الثلاث حاجات دي مفيش مشكله ان انت تدفعي المبلغ الفلاني فيها. ان انت لما بتيجي تشتري حاجه بتيجي تقولي لنفسك هل انا لما اجيب ثلاجه هجيب ثلاجه مثلا ملهاش براند، ولا هجيب ثلاجه سامسونج واقول لا اوكي عشان هي سامسونج في حاجه موثوق فيها، عندهم خدمه ما بعد البيع وهكذا، فما عنديش مشكله اقدر ان انا اشتري منها. فانا هشوف العميل بتاعي لازم بخلق له قيمه للمنتج بتاعي من خلال التسويق، وبعد كده هلاقي ان العميل بتاعي ما عندوش مشكله ان هو يدفع معايا عشان انا خلق قيمه للمنتج بتاعي. الحاجه التانية اللي عايزاكي تبقي عارفاها ان انت العميل بتاعك لما يجي يقولك انا ما اقدرش ان انا ادفع، معيش فلوس ان انا ادفع في منتج معين، هو ما يقصدش ان هو بجد مش معاه فلوس. تعالي نفكر فيها كده، انا بقبض $10 في الشهر، ال$10 دي انا بدفع بيهم مثلا اكل، وبدفع بيهم الاساسيات بتاعتي لبسي، وبدفع بيهم بنزين عشان اروح بيه الشغل، وبيتبقى لي $3 في الشهر اصرفهم على الحاجه اللي انا عايزاها. انت المنتج بتاعك سعره $3، سعره $5، وانا عايزه اقول للعميل بتاعي تعالى اشتريه. العميل بتاعي لو شايف قيمه في الحاجه اللي انا بقدمها، يا اما هيحوش ويشتريها او هياخد $3 اللي فاضله في مرتبه دي وهيديها لي عشان هو شايف ان دي حاجه ورث ان هو يدفع عليها الفلوس دي. العميل بتاعي لما هيجي يختار، بالذات لما يبقى الوضع الاقتصادي صعب والناس مرتباتها مش بتعلى مع نسبة التضخم اللي بتحصل، العميل بتاعك هيبقى بيفكر أنا دلوقتي المنتج بتاعك دوت سعره $10 وأنا مرتبي $10، هل أنا دي حاجة فيها قيمة تستاهل إن أنا أدفع كل مرتبي وما أقدرش مثلا إن أنا أدفع لبس للأولاد الشهر ده وكذا 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 علشان أدفع $10 دي؟ أنت عايزة إن الإجابة تبقى فإحنا بنعمل كده من خلال التسويق. ومش معنى إن الإجابة تبقى إن أنت بتبيعي سلعة من السلع الأساسية زي الأكل والشرب مثلا، لا، أنا ممكن أبقى ببيع حاجات عادية خاص مكياج مثلا والعميل بتاعي يشتريها. فأنا ببقى فاهمة وببقى عايزة إن العميل بتاعي يبقى شايف قيمة في المنتج بتاعي، عشان لما أجي أسوق للحاجة بتاعتي العميل بتاعي يقولك أوكي لا ده واضح إن الحاجة دي فيها قيمة
فهبتدي ان انا اشتريها من الشخص ده. في الكورس بتاع التسعير البرايسنج كورس انا اتكلمت معاكي في استراتيجيات مختلفة جدا 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 في ازاي تسعري، والحتة بتاعت ازاي اسعر لما سعر الحاجة بيختلف ديت كمان انا اتكلمت عليها باستفاضة في الكورس ده. الكورس بيتكلم معاكي على اساسيات التسعير، الطرق المختلفة اللي تقدري ان انت تسعري بيها، وبيتكلم معاكي ازاي تغطي التكلفة بتاعتك، يعني ايه اصلا التكلفة بتاعتك. فانا بديكي كل الاساس بتاع التسعير بتاعك، وبعدها بعلمك ازاي تسعري الحاجه بتاعتك كويس. الكورس هسيبهولك تحت في الديسكريبشن، تقدري ان انت تشتريه، هيعلمك كل التفاصيل بتاعه الشراء. تعالي بقى نبص مع بعض دلوقتي، نرجع تاني للبوينت بتاعه الفيديو. عايزاكي يبقى معاكي حاجتين لما نيجي نسعر دلوقتي واحنا عمال يحصل تغيرات كتيره جدا في التسعير بتاعنا. اول حاجه يبقى عندك حاجه اسمها التسعير الاساسي او النقطه الاساسيه، هو السعر اللي ما بيتغيرش. يعني انا مثلا ليتس سي ان انت عندك حاجات في التسعيره بتاعتك على طول سعرها فيكس، حاجات زي مثلا مرتباتك مش هتعلى، فدي حاجه فيكس عمرها ما هتتغير. الايجار بتاعك هو نفس الثمن. الحاجات اللي عمرها ما بتتغير ده الكوست بتاعك اللي عمره ما هيتغير وهيبقى على طول معايا. الحاجات التانية اللي هتتغير مثلا سعر البنزين، فانا عشان سعر البنزين هيتغير فسعر الشحن هيتغير. والحاجات دي لما انا يبقى الاساس نفسه، انا قايله للعميل مثلا انا المنتج بتاعي سعره اكس، سعره دولار، بس الشحن دلوقتي بقى 2 دولار، العميل بتاعي هيبقى فاهم ان اوكي لا هي مش بتعلي السعر عليا، هو سعر الشحن هو اللي زاد، فهيكون ما عندوش مشكله ان هو يجي يشتري منك. الطريقه الثانيه هي الطريقه الدايناميك اللي انا بسعر از اي جو. انا النهارده مثلا لقيت سعر القماش بقى المتر مثلا ب 100 دولار، فانا خلاص هسعر بيزد على ده. لقيت ان النهارده سعر البنزين بقى مش عارفه ايه، فانا هسعر بيزد على ده. فالفكره بتاعت الدايناميك برايسنج ان انت بتشوفي السعر النهارده ايه وبتعمليه. ممكن اديكي تيب صغيره. ليتس سي مثلا السؤال بتاع الفلكتويشن بتاع الاسعار، السعر عمال يختلف كل شويه، ده بيجي لنا كتير جدا من كلاينتس في مصر. انت لو دوت عندك مشكله فيه، وانت عندك المشكله ان الناس بقت بتجيب بالدولار وبعدها سعر الدولار هو اللي بيتغير مش سعر المنتج هو اللي بيتغير. لو انت عملتي على الموقع بتاعك السعر اوريجينلي بالدولار وطلع للعميل بتاعك بسعر البلد اللي هو فيها، انت كده عندك السعر فيكست، فانت مش هتقعدي كل شويه تشوفي هو لو سمحت هو ده بقى بكام مش عارفه ايه وعماله تغيري، فبتشيلي من على نفسك كومبليتلي الحاصل ده. بس انا زي ما بقولك انا عايزاكي ان انت كده لو انت مش هتعرفي تسعري بالشكل ده، احنا هنزود سعر التضخم على سعر المنتج بتاعنا. الحاجه بقى اللي انا عايزه اتكلم معاكي فيها، عشان دي برضو سؤال كتير جدا بيجي لنا من كلاينتس كتيره جدا عندي، هو انا لما باجي اسعر واجي اعلي السعر بتاعي، العملاء بييجوا بيبقوا متضايقين ومش عايزين ان هم يشتروا. ده معناه ان انت مش مسوقه صح. التسعير جزء لا يتجزأ من التسويق بتاعك. يعني لما باجي اسوق المنتجات بتاعتي انا بسوق بيزد على انا عايزه ابيع المنتج ده بكام. ممكن يبقى منتج بيكلفك دولار وانت تبيعيه ب 100 دولار عادي خالص، بس الفكره هنا في التسويق بتاعي جزء لا يتجزأ من التسعير بتاعي. فانت لما هتيجي تسعري المنتج بتاعك، هتيجي تعلي في التسعير، لازم يبقى العميل بتاعك شايف ان انت بتعلي في التسويق معاكي عشان يبقى فيه بالانس، مش حاجه مش شايله التانيه. بس باختصار الحاجة اللي هتساعدك هي ان انت تجيبي الماتيريال بتاعتك في سيزن معين. الكولكشن دي انا هجيب الماتيريال دي وهبتدي ان انا هبيع المنتجات بتاعتي بالسعر ده. الكولكشن اللي بعدها نقدر ان احنا نغير السعر، مفيش مشكله. فانت امشي بالشكل ده لحد ما تبقي فاهمه ازاي تسعري بالانفليشن بالتضخم بتاعك. وانا برجح لك جدا 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 ان انت تاخدي الكورس بتاع البرايسنج عشان يساعدك في البوينت دي، تبقي فاهمه التفاصيل بتاعتها وازاي تظبطيها. مين وايل ركزي على التسعير بالسيزن بتاعي. عايزاكي تقولي لي تحت في الكومنتس انت بتبيعي ايه، وعايزه اعرف منك ايه هي اكبر مشكله انت بتواجهيها دلوقتي في التسعير. وهعمل ان شاء الله هقرا الكومنتس وهعمل فيديوهات تانية برد على الاسئله بتاعتكم. ما تنسيش ان انت تعملي لايك للفيديو دوت وتعملي سبسكرايب لقناتي وتتابعيني على تيك توك وعلى انستجرام. انا الكونتنت على فكره اللي بنزلها على تيك توك مختلفه شويه من الكونتنت اللي بنزلها على انستجرام. وهشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.